الخير بعد شوي داخل غرفة العمليات. تمام، أي حد بده منا شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد فترة طويلة بعرف، ولكن هذا الفيديو لازم يكون منزله من زمان، بس هلا اجى وقته. هذا الفيديو اللي منزله أنا بسبب العملية اللي عملتها وطمنكم عن حالي. وأول شيء الحمد لله على سلامتي وعلى سلامتكم وعلى سلامة الجميع. الله يرحم شهدائنا وشهداء الجميع اللي ماتوا في الزلزال اللي كان في سوريا واللي كان في تركيا، والله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء إن شاء الله. تاني موضوع يا جماعة الخير، هذا الفيديو نزلته لقد ما الناس بعثت لي على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التويتر وعلى السناب شات. شو صار معك محمد؟ شو العملية اللي عملتها؟ يا جماعة الخير، العملية اللي عملتها كانت مفاجئة جدا، ولكن الحمد لله صارت بخير وبسلام. راح اعرض لكم فيديوهات انا شو صار معي بالعملية وكيف صارت العملية وبسرعة وشلون خلصت. يا جماعة الخير بعد شوي داخل غرفة العمليات. تمام، أي حد بده منا شيء وحد له علينا شيء سامحنا. السلام عليكم. ادعوا له يا جماعة يقوم خير وسلامة ان شاء الله. شو ما بيصير اول باول بنزلكم ان شاء الله ستوريات. يا جماعة الحمد لله رب العالمين، محمد طلع من العمليات. ادعوا له كلياتكم هيك، بس الله يخفف عنه الوجع شوي. كان هو حكى معكم بس ما عم يحسن يحكي، لانه وقت عم يحكي المحل العملية كتير عم يوجعه. والله يسعدكم جميعا، وشكرا لكل شخص طمن عليه، وان شاء الله بس هو يتحسن برد عليكم جميعا. هو قال لي انه صوروا لنا ستوري وطمنوا. الله يسعدكم يا رب ويجزيكم الف خير. العملية كانت فتق وعرق رابط بقلب الفتق، يعني عملية صايرة شوي صعبة ومؤلمة جدا. يعني أنا ما توقعت إن كانت العملية تكون مؤلمة لهالدرجة، بس يعني الحمد لله مرقت في خير وسلامة بفضل الدكتور اللي عملنا العملية، الأطباء اللي كانوا مطلعين على العملية، المركز المشفى اللي عملناه فيها كان عن جد خبرته عالية وإيدهم كيف خفيفة رغم إنه توجعنا، ولكن أشوى من غيرنا ومعاملتهم كانت طيبة، يعني أشخاص طيبين كانوا. فشكرا لكم كتير على سؤالكم وعلى استفساركم وعلى محبتكم إلنا. وأي شخص حابب يتواصل معي فيكم تواصلوا معي على حسابي الانستغرام، وفيكم تكتبوا لي شو ما بتكون. أكيد عم شوف الرسائل وعم حاول أرد على أكبر عدد ممكن. حسابي الانستغرام حيكون هون، وإذا حابين نرجع على اليوتيوب راح نرجع بقوة إن شاء الله. وشو حابين نكون محتوى، هسه الوقت ممكن نكون لحالي طبعا عشان نستمر أكثر. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.